رسميا النادي الاهلي تاني اكتر فريق في العالم وصل بطولة كاس العالم للاندية بعد فريق اوكلاند سيتي. بشكل رسمي النادي الاهلي واحد من الفرق المشاركة في كاس العالم للاندية، بعد ذلك بالمركز الثالث في هذه البطولة لواحد من اعظم الاندية في تاريخ كرة القدم الافريقية والعربية بطبيعة الحال، بتاريخ كبير جدا وشخصية عظيمة جدا وتأثير مهم جدا في المباريات الكبيرة، وحتى وإن غاب عنا أسماء أو لاعبين شوفوا من نوعية الأندية اللي لا يتأثرون لأنهم يستمدون قوتهم من اللون، من الشعار، من النسر، من هذه القيمة التاريخية على مدار أجيال طويلة في كرة القدم المصرية. المقاومة في المغرب. نادي الوداد المغربي واحد من الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. النادي الأهلي هيشارك في بطولة كأس العالم للأندية بصفته الممثل الأفريقي. القاضية ممكن شاط الكورة وجول. نادي الوداد هيشارك بصفته ممثل دولة المغرب. شايف الصورة دي؟ تعال نرد على الصورة دي بقى. دلوقتي الكرة المصرية ملهاش علاقة بالكرة الأفريقية غير في بداية المسابقات. أولا النادي الأهلي السنة اللي فاتت كان طرف من النهائي اللي خسروا النادي الأهلي أمام الوداد المغربي. ثانيا النادي الأهلي أكتر فريق في بطولة أفريقيا خد بطولات دوري أبطال أفريقيا. ثالثا النادي الأهلي أكتر فريق في القارة الأفريقية حصل على بطولات محلية. يرفع الكاس الأهلاوية مؤمن وأفريقية. رابعا النادي الأهلي أكتر فريق شارك في كأس العالم فرق العربية. أنت واخد كأس مصر ودوري مصر، عايز تشارك ليه؟ تتكلم لو أنت طرف نهائي وما شاركتش، يبقى ليك الحق في المشاركة لو البطولة اتلعبت في مصر وأنت ما شاركتش وأنت واخد كأس مصر وواخد الدوري المصري.